رئاسه حزب الحريه والعداله. طب ما يا فندم الانتخابات الرئاسيه كانت هتبقى تحت نفس هو اولا حزب الحريه والعداله ملوش علاقه بالانتخابات، ده تضليل اعلامي. يعني اللي بيطلق هذا الكلام بيمارس نوع من انواع تضليل الاعلام. هل في ضمانات؟ بنتكلم عن الضمانات. وهو يعني اما دعم الانتخابات الرئاسيه مبكره دلوقتي ما هتبقى نفس القصه. كويس؟ طيب تاني حاجه، ازاي انا اقول انا عندي القدره على دعوه الناس كلها في مصر للنزول لعصيان مدني؟ طب انا لو عندي القدره والاتصال الشعبي الرهيب ده بالناس، ما ادعو الناس للمشاركه في الانتخابات بدل ما اعمل عصيان مدني واخرب البلد اكتر ما احنا الوضع مستاء زي ما احنا فيه. تشارك في الانتخابات وتاخد هي ناس الاغلبيه، وخصوصا انه الاستاذ حمدان صباحي قال في احد التصريحات ليه قبل كده احنا هنكتسح الانتخابات النيابيه. طب يا سيدي اتفضل اكتسح. الحاجه الثالثه، اذا كنا بنتكلم على ان مش عايزين مجلس الشورى الحالي يصدر كثير من التشريعات عشان هو لا يعبر عن اختيار شعبي حقيقي، وانا متفق مع ده. طب بس انا لازم اطرح البديل اللي يصدر هذه التشريعات بشكل منتخب عشان خاطر مصالح العباد، قوت الناس